بيطلع منها بعض الادوات التفجيريه اللي اشتراها من السوبر ماركت، وبيبدا يصنع قنبله مفخخه. وبعد ما بياخد قوه من المبنى بتنفجر القنبله في المكتب كله وبيتدمر المكان كله تماما. وبيفهم يان بعد كده انها رساله تهديد ليه من قوه، وكانه بيقول له ان دي البدايه لكن النهايه هتكون صعبه وشرسه جدا. وبعد كده بيسيب قوه بيته وبينزل في فندق عشان محدش من رجاله ليام يقدر يوصله، وبيروح لمكان معين وبيشتري منه مواد كيميائيه مفجره قابله للاشتعال، وبيبدا يصنع مجموعه قنابل مفخخه. واضح كده ان قوه كان خبير كيميائي محترف. وبعد كده بيروح بيتصل بليام من تليفون في الشارع وبيقول له انه هيديله فرصه اخيره، وبيطلب منه اسماء الارهابيين اللي فجروا البنك. لكن ليام بيتعصب عليه وبيزعق له عشان فجر قنبله في المكتب بتاعه. وبعد كده بيأمر ليام رجالته يدوروا على قوه في كل فنادق المدينه، وفعلا رجالته اخيرا بيقدروا يوصلوا للفندق اللي نزل فيه قوه. وعشان قوه الراجل ذكي بيقدر يحس بيهم وهم طالعين من على السلم، وبيحاول يهرب من شباك الاوضه. لكن قبل ما يهرب بيقدر واحد من رجاله ليام يمسكه، فبيحاول